وزير الخارجية الليبي يصدر قرارا بفرض الحجاب في ليبيا ومنع الفتيات من الخروج مع الشباب بالكافيهات والأماكن العامة دون إثبات صلة القرابة أو الزواج بينهما، كما سنشاهد في هذا الفيديو. رانا بنفعلوا شرطة الأداء، وعندنا إدارة عامة مختصة بالأداء، وعندنا في كل مديرية قسم أداء في المديرية. راه موضوع السوشيال ميديا والشباب حتى حلاقين راه بنوقف الكلام هذا. جديات راه حلاقين ما مشاوكة ما تحليقة ما موضة راه بيوقف. السراويل من برا استيراد تصديرها بتوقف. يصدر قرار بفرض الحجاب رسمي، مش خمار، مش نقول انا ردك الكلمه حر الخمار انت ورايك هذيك بعدين الحجاب تلبس ديري محرم مطلع مش حمار محرم حجاب اطلع، لكن الموضوع هذه ما تمشيش. هذا المفروض لبس ما لبس مزينات مفلام طيران راه بيسكر حريه شخصيه برا لاوروبا. صفحات انا حريه ما حريه طير السماء وانزل برا لاوروبا. نلقى واحد مقعمز مع واحده بنقبه هيك من صفحه 100 عائله اوكي صداقه في العمل مقايم الصداقه حتى تلقيت مقهى نروك محترم حتى ده بيقيموا راه بنعطوا دورات لشرطتنا باذن الله. حاعطوهم دورات ان شاء الله. احنا ناس عزنا الله بالاسلام، حاعطوهم دورات في الكتاب والسنه قبل كل شيء. في الكتاب والسنه كيف يراقب ويتابع بشوي بشويه ما يتهمش الناس طول بوتانا. في ما تلقاش معاه لبسك متحجبه لكن لبسها كده ناس متفتحه عادي، لكن ما نتهموش انه ما تنفعش بكل لا. ما مقعد زي شخص في العمل معاه هي ويا نفرين ثلاثه مجتمعين في قهوه محترمين اوكي، لكن راهو الشرطه وغير الشرطه اللي مستعينوا بهم يفهموا وراه يدققوا يفهموا في الامور هي بالضبط. وبالذات قهوه الرجيله بدي يلمونا في الناس ياسر. هذا كلام جميل، فنحن دول إسلامية ومن حقنا أن نصدر القوانين التي تتماشى مع عقيدتنا وعاداتنا. وطبعا كالعادة جمعيات حقوق الشيطان بدأت بالصراخ والعويل، فكما نعرف دائما أن الطهارة لا تناسبهم ولا تتماشى معهم أبدا. التخلي عن خطط فرض الحجاب الإلزامي وسط حملة قمع أوسع على أساس الأخلاق. هذا مصدر منذ لحظات على موقع الأمنستي انترناسيونال. نعطيكم بعض التفاصيل بالطبيعة سويت لي وردا على أعلان وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس عماد الطرابلسي عن إجراءات واسعة النطاق من شأنها أن ترسخ التمييز ضد النساء والفتيات وتنتقص من حقوقهن في حرية التعبير والدين والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي. قال بسام القنطار الباحث المعني بالشأن الليبي في منظمة العفو الدولية تعد تهديدات وزير الداخلية بقمع الحريات الأساسية باسم الأخلاق تصعيدا خطيرا في مستويات القمع الخانقة أصلا في ليبيا. ويوجه الذين لا يمتثلون للمعايير الاجتماعية السائدة أن اقتراحات فرض الحجاب الإلزامي على النساء والفتيات من عمر 9 سنوات وتقييد الاختلاط بين الرجال والنساء ومراقبة اختيارات الشباب الشخصية فيما يتعلق بقصة الشعر والملابس ليست فقط مثيرة للقلق بل تشكل أيضا انتهاكا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي. وفي خطوة أخرى تستهدف انتهاك حقوق المرأة والمساواة اقترح وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية إجبار النساء على الحصول على إذن من أولياء أمورهن الذكور المحارم طبعا قبل السفر إلى الخارج. وتفاخر بإعادة امرأتين ليبيتين قسرا من تونس بعدما سافرتا من دون أولياء. كما أعلن عن خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لمراقبة الأماكن العامة وأماكن العمل والتفاعلات الشخصية في انتهاك صارخ لخصوصية الأفراد واستقلاليتهم وحرية تعبيرهم. دونك يقول يجب على حكومة الوحدة الوطنية إلغاء هذه الإجراءات القمعية المقترحة وبدلا من ذلك التركيز على معالجة أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في البلاد والتي تتسم بالاعتقال التعسفي الجماعي والاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الجائرة. كما يجب حماية حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي واتخاذ تدابير لمكافحة جميع أشكال العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز. دونك هذا على خلفية ما أدلى به السيد عماد
عماد الطرابلسي من تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقد في 6 نوفمبر. هذا مصدر منذ لحظات عن منظمة العفو الدولية. عماد هو شوف كتصير هو كان صادم لأنه لكن هناك سؤال صغير يحيرني: لما لا تظهر حقوق الإنسان هذه وتعترض على إبادة عشرات الآلاف من النساء والأطفال من إخواننا في غزة والسودان والدول الإسلامية؟ ثم من أراد الحرية الكاذبة فليذهب لبلادهم، فكما تسمح بالشذوذ وتجرم من ينتقدهم، وتسمح للصهاينة وتجرم من ينتقدهم تحت قانون معاداة السامية أو معاداة الجندر، قوانين هم وضعوها وقالوا أن من حقنا أن نسن القوانين التي تتماشى مع بلداننا. فكما هو من حقكم سن القوانين، فنحن أيضا من حقنا أن نسن القوانين التي تساعد على العفة والطهارة وترسخ القيم الحميدة والتي نراها جميلة ورائعة والتي تتماشى مع دين الحق والنقاء. فهذا من حقنا ولم نعد نهتم لما يزعجكم، أو بالأحرى لم يتم استغفالنا مجددا بما يسمى حريات ودول متحضرة كاذبة. فقد سقطت الأقنعة وكل الحريات المزعومة في غزة وفيما يحدث في بلداننا. ومن هنا وصاعدا نحن الحضارة، نحن محور الكون، هكذا كنا وهكذا سنكون. ونوجه تحية لوزير الداخلية في طرابلس، ونطالب كل الحكومات الإسلامية والعربية بأن تحذو حذوه ونشد على أياديهم. لا تنسى أن تشارك الفيديو لنوصل هذه الرسالة لكل العالم. كنت معكم أنا أخوكم نورس المجارحي، أحبكم في الله، لا تنسونا من صالح دعائكم.